السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، بس مش هنعمل مع بعض وصفه ولا اكله. هنعمل مع بعض النهارده روتين في عز البرد وعز التكتكه. بس طبعا احنا مش هيهمنا شتاء ولا يهمنا برد ولا سقعه ولا اي حاجه، احنا لازم ننظف بيتنا اولا باولا. طبعا اول حاجه هعملها هحط دوره كده في الغساله زي ما انتم شايفين. انا فتحت طبعا وحطيت المسحوق بتاعي. وبعد كده طبعا الغسالة اشتغلت طبعًا مع نفسها، هنسيبها بقى تشتغل مع نفسها ونشوف هنعمل إيه بعد كده. أول حاجة هاعملها هانضّف دُرَف المطبخ تحت وفوق وكُلّه، مش هاسيب ولا أي مكان فيها. أنا طبعًا كنت مضغوطة جدًا الأيام اللي فاتت دي، فكانت الدنيا عندي مكركبة شوية، نظرًا لأن أنا ما كنتش فاضية الشهرين اللي فاتوا دول. بس طبعًا رجعت طبعًا علشان لقيت يعني بصراحة المنظر مش حلو خالص، فقُلت لأ أنا لازم أرتّب دُرَف المطبخ وكده. فرجعت تاني قُلت بدل ما أرتّبها والمواعين بقى فيها وكده، لأ أنا هانزّل كل المواعين اللي فيها وامسحه مسحة كويسة كده واخلّي ريحته حلوة، وبعد كده أرتّب وأرُص المواعين بتاعتي زي ما كانت. طبعًا أنا معايا هنا الملمع بتاع الأساس ده. طبعًا بدأت أرُش كده على المطبخ من جوّه وامسح ومن برّه كمان الضُرَف من برّه. ومعايا طبعًا الجوانتي ده خامته حلوة جدًا في المسح وفي التنضيف. وكمان فتحت الأدراج بتاعة المطبخ ومسحتها. أنا باورّيكم الفوطة وباورّيكم الجوانتي اللي أنا استخدمتهم. يعني أنا كنت متوقعة إن أنا هاطلّع يعني عفاني السنين منه، بس الحمد لله يعني كان أنا طبعًا إيدي فيه على طول فما كانش متبهدل أوي. فباوريكم الفوطه يعني والجوانتي مش متبهدلين قوي مكان ما مسحت وكده. ودي مفارش كنت شارياها انا كده بالمتر وكنت قصاها على قد الضرفه. وطبعا غسلتها، هتشوفوا برضو المقطع بتاع ان انا حطاها جنب الحوض وبغسلها ونشفتها كويس وبدات افردها. وده رول المناديل، هي مناديل قلبه شويه على قماش. بصراحه المناديل دي خرافه جدا، تحفه. لو لقيتيها في اي مكان هاتيها، انا مش فاكره سعرها كام بس هي بتقعد مده طويله جدا وخامتها اقوى من المناديل قلبه على قماش. بتستخدميها في المسح برضو، وبتستخدميها ان انت تفرديها في الادراج، وبتستخدم في حاجات كتيره جدا يعني جميله جدا. فردت طبعا المناديل دي في الادراج. كده انا خلصت ضرفه المطبخ بتاعي، المطبخ الخشب ده بقاله 18 سنه بتاع جوازي، بس انا محافظه عليه وراضيه بيه وجميل جدا. الجنب التاني بقى اللي هو بتاع حوض المواعين دي، المطبقيه بتاعه المواعين، ومعاها كده وحدتين على الشمال وعلى اليمين. بس دي انا كنت يعني عاملاها من فتره كده من حوالي سنتين. بس هي ألمونتال طبعًا مش خشب زي ما أنتم شايفين. برضه مسحتها من جوّه كده ومن برّه والمطبقية بتاعة المواعين والصفاية اللي تحت. طبعًا زي ما أنتم شايفين غسلتها برضه. ورصيت بقى الحاجات اللي أنا كنت برضه منزّلاها، رجعت رصيتها تاني. الحاجات دي طبعًا أنتم بتشوفوها معايا في التصوير. ودي الصفاية اللي هي كانت بتاعة مطبقية المواعين، برضه كانت يعني مش نضيفة، برضه غسلتها صفيتها. وبعد كده ركبتها تاني. دي المقطع بتاع المفارش بتاع المطبخ اللي انا قلت لكم ان انا غسلتها ونشفتها. وطبعا دي الحاجات الخزين بتاعي، البقوليات بقى والمكرونات والحاجات دي. طبعا انا جايبه لها واحده لوحدها كده، دولاب صغير كده من البلاستيك، جميل جدا بصراحه وشايل كتير قوي. حاطه فيه الحاجات دي، المكرونه والشعريه والحاجات اللي هي الخزين بتاع الشهر بتاعك او الاسبوع على حسب انت ما بتجيبيه. وده منظم تاني كده انا كنت جايباه بصراحه عشان استخدمه في الحمام، فلقيته بلاستيك وضعيف شويه مش هيستحمل يشيل جراكن او حاجات شاور او كده. فقمت طبعا مستخدماه ان انا حطيت عليه الكوبايات وبعض من الاطباق اللي انا بستخدمها برضو. هو طبعا جميل جدا لانه هو مش بياخد حيز ولا بياخد مكان، بس هو ضعيف مش عاوزك تحملي عليه كتير. طبعا نضفت الحاجه وحطيتها ورجعته مكانه. وده طبعا المكان بقى بتاع التوابل. انا زي ما شفتوا برضو البرطمانات بتاعه التوابل دي اللي كانت فاضيه انا غسلتها كلها وصفيتها ونشفتها كويس. وقمت بقى حاطه فيها التوابل تاني ورجعتها. اما اللي كان فيها توابل بصراحه انا ما غسلتهاش، بس هي ما كانتش يعني متبهدله قوي، فقمت انا مسحها بس كده بفوطه منديه ومسحتها برضو ونشفتها. وبدأت بقى آه يعني ارجع كل حاجه زي ما هي برضو في اماكن التوابل، لان انتوا عارفين ان البرطمانات بقى مكان احنا ما بنطبخ بقى وبتمسكي البرطمان وايدك مثلا ساعات بتبقى مبلوله، ساعات بتبقى ايدك فيها حاجه وكده. فالغطيان بتاعت البرطمانات والبرطمانات بتتبهدل مننا. فعلشان كده طبعا انا برضو مسحتها، انا مش بسيبها مده طويله، وطول ما انا واقفه في المطبخ اي حاجه بقوم الفوطه معايا وبمسح على طول. ده الجنب التاني بقى اللي هو المشروبات، الحاجات بقى اليانسون والقهوة والكاكاو والسحلب والحاجات دي. طبعا احنا في الشتاء الحاجات دي مطلوبة جدا. برضو مسحتها ونضفتها برضو ورجعت كل حاجة في رف التوابل مكانها.
بعد كده معايا جهاز تاني هغسله، البوتاجاز. طبعا بدأت بالفرن بتاعي. الفرن برضو انا دايما ايدي في الشبكه دي، الشبكه بتاعه الفرن برضو انتوا شايفينها، ما هي ما عليهاش اتساخات ولا دهون ولا حروق زي ما بنشوف يعني في بعض الفيديوهات. انا اول حاجه عملتها جبت سكينه كده وبدات احك علشان لو في مثلا اي حاجه هتطلع معايا بالسكينه، وبعد كده رشيت رشه من الباور، وبعد كده بالسلكه الستانلس او السلك الالومنيوم عادي خالص هبدا ادعك كويس جدا زي ما انتم مش شايفين. ودي اللي هي الصينيه برضو بتاعت الفرن، لان ساعات بيقع مثلا اي حاجه او حاجه بتفور كده وانت حطاها جوه الفرن، ال- مش الشبكه بقى، الصينيه اللي تحت دي بتحمي الفرن طبعا من الحاجات ان هي تنزل في الفرن وتسدلك العيون. برضو غسلتها كويس ونضفتها زي ما انتم شايفين بقت بتلمع بصراحه الشبكه وكمان الصينيه دي. وبعد كده البوتاجاز بتاعي ما كانش برضو منتسخ قوي، بس انا قلت بقى لان انا ايدي فيه على طول، انا بعد كل طبخه طبعا زي ما انتم عارفين ان انا بمسح البوتاجاز، وكمان لو في عين مثلا وقع عليها حاجه، حتى لو انا مش هغسل بقيه العيون باخد العين اللي وقع عليها الحاجه دي علشان بعد كده لما اجي اولع ما تتحرقش مني. والشبكه برضو او الحامل بقى بتاع البوتاجاز اللي فوق برضو زي نظام الشبكه، بالسكينه بحك وبعد كده بادهن رشه من البار. وكمان معايا اللهلوبه دي، كمان لو البار مش موجود، اللهلوبه دي سحر في البيوت يا جماعه. طبعا ما فيش اي ست مننا بتستغنى عن اللهلوبه دي ابدا في اي حاجه، ولا غسيل رخام ولا بوتاجازات ولا اي نوع والتلاجة وكله. اللهلوبه دي بتاعت كله يعني. طبعا برضو دعكت كده بالسلكه زي ما انتم شايفين. انا الحوامل دي بغسلها دايما، يعني يمكن ممكن اغسلها مرتين في الاسبوع، علشان كده هي بتكون نظيفه ومش بتغلبني ومش بتاخد مني وقت. لو انت ايدك في الحاجه طبعا هتوفر عليكي وقت وهتوفر عليكي كمان مجهود وتعب. زي ما قلت لك كده، ايدك في الحاجه على طول، وخصوصا السلع المعمره اللي زي البوتاجاز والغساله والتلاجة والحاجات دي لازم يعني يكون دوريا كده لازم تنضفيها كويس، لان الحاجات دي غاليه وخساره ان هي تبوظ طبعا. معايا حاجه تانية اللي هي السخان. انا السخان بتاعي زي ما انتم شايفين كده هو 6 لتر يونيفرسال اللي هو غاز. طبعا البوتاجاز ده بتاع الجواز برضو بقاله 18 سنة، بس الحمد لله يعني حالته كويسة، يعني زي ما قلت لكم انا محافظة عليه. بس طبعا الجسم الخارجي بتاعه كان متبهدل جدا، لان هو في المطبخ فاكيد بيترسب برضو عليه دهون، وكمان هو غاز، فلما بتولعي الشعلة فالشعلة بت بتطلع يعني نار طبعا، فبالتالي بيحصل اصفرار، وبعد كده الاصفرار ده بيسود بعد كده مع دهون المطبخ. فبصراحة حالته كانت وحشة جدا، فقلت اما انضفه معاكم. انا رشيت برضو بالباور زي ما انتم شايفين، وبعد كده دعكته، وبعد كده مسحت نضفه بقى بالشكل يعني ما شاء الله فله، بقى جميل جدا. وده الغطا اللي هو بتاع التايمر، وده الغطا بقى. وانتوا هتشوفوه بعد كده بعد ما اخلصه هلفه بورق السوليفان علشان احافظ عليه ان هو يقعد نضيف فتره طويله. طبعا الاصفرار ده طبعا ما بيضيعش، انا بقول لكم البوتاجاز ده بقاله 18 سنه، السخان اسفه بقاله 18 سنه. وطبعا معايا برضو الشفاط هغسله زي ما قلت لكم، انا قلبت المطبخ راسا على عقب. انا قعدت 4 ايام انضف في المطبخ، ما سبتش فتفوته فيه غير لما نضفتها. وبعد كده عملت لكم روتين في فيديوهين، قسمته على فيديوهين علشان يعني ما اطولش عليكم. قسمته على فيديوهين، وقلت بقى يعني من باب التحفيز ان انتوا كمان تقوموا كده تتحفزوا وتتشجعوا وتعملوا زي ما انا عملت. طبعا انا كنت غاسله الشفاط معاكم من فتره، وكنت غاسله الشفاط كله، حتى اللي هو اللي بيكون في الحيطه انا كنت فاكه المسامير وكنت غاسلاه معاكم، وخد وقت مني وتعبني جدا، بس بصراحه كانت النتيجه مرضيه وكان جميل جدا. اما بقى بالنسبه للمروحه بتاعته والاطار ده، انا طبعا ايدي فيه على طول مش بسيبه فتره طويله، علشان كده يعني الحمد لله مش بتبقى الدهون متراكمه عليه وما بياخدش معايا وقت. طبعا هي رشه كده من الميه السخنه، ومعاها رشه كده من السيترس او من الباور اللي موجود عندك، وطبعا بالسلكه الستانلس والشفاط بيبقى فله كده شمعه منوره. وزي ما قلت لكم طبعا لو ما عندكيش الباور انا هعمل لك برضو وصفه هتغسلي بيها الشفاط من قلب المطبخ بتاعك، وطبعا اقتصادية وموفرة ومن قلب المطبخ بتاعي.
مش عاوزة أقول لكم أنا بعد ما خلّصت الروتين بقى في المطبخ ده، أنا كنت فرحانة إزاي، كنت حاسة إن أنا كده إيه، حرّرت الأقصى، فتحت القدس، يعني عملت حاجة إنجاز تاريخي يعني. وكنت كل ما أدخل المطبخ أحس ريحة حلوة كده والدنيا منظمة والدنيا مرتبة، كنت فرحانة بنفسي جدًا بصراحة لمّا عملت الروتين ده، وكانت نفسيتي أهدى، لإن أنا زي ما قُلت لكم اليومين اللي فاتوا دول بصراحة هُم كانوا شهرين بجد كانوا صعب عليَّ، ما كانش في وقت خالص، يعني كنت باعمل الأكل بتاع عيالي بالعافية يعني. وطبعًا يعني آخُد الحاجة وما أرجّعهاش مكانها، وكنت بابقى يعني محرومة بقى من النوم الفترة اللي فاتت دي، كنت أقصى أحلامي كده إن أنا أنام زي الناس الطبيعية مدة طويلة، لإن أنا كنت بارتّب حاجات بقى وباجهّز الأكل من بالليل عشان الصبح بابقى رايحة مكان، باجي العصر اليوم قصير جدًا، ما بتلحقيش تعملي الأكل، وأنتم عارفين طبعًا الأزواج طبعًا ما بيصبروش طبعًا، هو ما لوش دعوة بأي حاجة، لازم الأكل يكون جاهز والدنيا مترتّبة وكُلّه تمام يعني. ما لهوش دعوة أنتِ بتعملي إيه ولا مضغوطة إزاي ولا الدنيا معاكِ إيه. فالحمد لله الظروف دي عدّت على خير، يعني هي ما خلصتش خالص يعني بس نسبيًا الدنيا اتضبّطت أحسن من الأول، فالحمد لله على كل حال. طبعًا في الفترة اللي فاتت دي كنت أهملت القناة بجد، لإني كنت مضغوطة مش عارفة أصوّر فيديوهات ولا عارفة أمنتج ولا عارفة أنزّل، وكنت مضغوطة وأنتم عارفين طبعًا مجال اليوتيوب يعني بلا رحمة اليوتيوب ما عندهوش قلب، ولا اليوتيوب نفسه بيرحم، ولا الناس اللي حواليكِ ما حدش ليه دعوة، كل حد يعني في حاله، فما فيش حد فاضي لحد، فإحنا يعني أنا باعذر طبعًا، أنا مش باحمّل حد مسؤولية اللي أنا كنت فيه يعني. بس هي كانت أيام صعبة، بس الحمد لله إن هي عدِّت على خير. طبعًا معايا الفلتر زي ما أنتم شايفين اللي هو 7 مراحل، اللي هو ليه موتور كده وليه خزان، الموتور ده كهربا، فطبعًا تنضيفه مقرف شوية، بس أنا برضه بانضّفه. طبعًا أنا جوزي بيزعّق لي يقول لي ما تجيش ناحية الفلتر ولا أنا مش عاوزِك تمسحيه، أنا عاوزه يبقى كده عشان كنت مرّة مسحته، فكنت يعني إيه، قطعت خرطوم يعني، بس طبعًا على مين، نضّفته وخلّيته زي الفل. طبعًا أنتم شُفتوا الفرق بين الأول والآخر قبل التنضيف وبعد التنضيف كان جميل، وده السخّان بتاعنا. بصراحة أنا تعبت أوي في الروتين ده بقى، يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.